واحد بيقول لو سمحت يا سيدنا، احنا قلقانين على دير الأنبا أنطونيوس، ولكننا نثق في قوة الله، فنريد أن نعرف ما حدث بالدير لأن الإشاعات كثيرة. هو الدير وضع يده على مساحة من الأرض الدير وضع يده على مساحة من الأرض اعتبرها المحافظ أنها من أراضي الدولة، وحب يهد السور اللي بيحب الأرض. في الحقيقة عايز أقول إن المنطقة صحراء وجبل، يعني ملايين الأفدنة في الصحراء وجبل، والدير لابد له حرم اللي هو حرم الدير، زي ما بنقول حرم الجامع، علشان يحفظ للرهبان هدوءهم اللي سابوا العالم وانقطعوا في الجبل بعيد. أما من جهة أملاك الدولة فدي مسألة احنا نعترف ان دي أملاك، كل حاجة أملاك الدولة، ولكن تيجي بالتفاهم. يعني مثلا نضرب لكم مثل بسيط. أنا قبل الأسقفية كنت راهب عايش في مغارة في الجبل، فهل كان يقدر واحد يقول لي انت عايش في املاك الدولة وقاعد في المغارة دي بأي صفة ويخرجوني منها ولا يخلوني ادفع خلو ورجل؟ مش معقول الكلام ده. فكنت قاعد في املاك الدولة وانا والدولة واحد، كلنا يعني بتوع الدولة. كان ممكن الأمور تمر بالسهولة، ومش مسألة أراضي الدولة، الدولة لينا وإحنا للدولة وما افترقناش عن الدولة. وعلى أي الحالات لو الحكاية اشتدت والطرق اتسدت، الأمر بسيط، نشتري الأرض وندفع للدولة ثمن الأراضي دي، وده اللي بيحصل في جميع الأديرة، بيشتروا أراضي من الدولة ويدفعوا ثمنها، على الأقل يبقى إيراد للمحافظة ما كانتش عاملة حساب. لكن المسألة دخلت في دور صعب، وبدأت تتحرك القوات إلى سور الدير لهدوا، وكان الأمر على وشك حصول تصادم ومواجهة وقتال بين الرهبان والمحافظة.
نشكر السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية انه امر ان القوات ترجع لما بقى الامر امر مصادمة، فرجعت القوات وامر الرئيس بتكوين لجنة للتفاهم في هذا الامر. كان ساعتها الرئيس في الاسكندرية في مقابلة السلطان قابوس، واجتمعت اللجنة في الاسكندرية. اللجنة كانت مكونة من محافظ الاسكندرية ومن محافظ البحر الأحمر اللي يتبع له الدير، اللي تتبع له المنطقة اللي فيها الدير، مش يتبع له الدير، ومن الوزير مصطفى عبد القادر وزير الإدارة المحلية، ومن نيافة الأنبا يؤنس نائبا عني. فاتفقوا لقوا ان الارض اللي جوه الاسوار عبارة عن 500 فدان. ما اعرفش ازاي قاسوها وعرفوا انها 500 فدان، لكن الكلام جه كده يعني. فقالوا ال 500 فدان الدير يشتري 350 فدان، وال 150 الباقية المحافظة تزرعها غابة شجرية ولا تستخدم في غير هذا الأمر، والسور لا يهدم. دول الاتفاقات اللي قالوا السور ما يتهدمش، الدير يشتري 350 فدان، ال 150 اللي فاضله تزرعها المحافظة كغابة شجرية تحيط بالدير يعني. وبعدين نيافة الأنبا يؤنس قال لهم أنا لي أناقش معاكم لكن ما أقدرش أخذ القرار ده للبابا، والبابا هيجي بعد 12 يوم في ذلك التاريخ يعني. فقالوا لا احنا لازم ندي تقرير للرئيس النهارده. فاتصلوا بيا بالتليفون في امريكا، الاربعه اتصلوا بيا. اتصل بيا الانبا يؤنس ومحافظ الاسكندريه ووزير الاداره المحليه ومحافظ البحر الأحمر بالتوالي يعني. قلت لهم المهم بالتفاهم وأنا موافق على هذا الاتفاق، وأنا موافق على هذا الاتفاق. وما دام أنا وافقت على موضوع، ثقوا إن أنا لا يمكن أوافق على موضوع إلا لو كان لفائدة الدير ولمنفعته. وفي مسائل تيجي بالوقت، في مسائل تيجي بالوقت بفضيلة الرجاء وبالحكمة. يعني اشترينا 350 فدان وال 150 الباقيين ملك للدولة لاستعمال الدير فقط، زي ما سمعت جميلة برنامج الدير. بعد شوية ولا هقول سر المهنة مش معقول بعد شوية لما الأمور تهدى وحالة التنشن اللي موجودة تنتهي،
نقول لهم ونشتري ال 150 فدان تانيين وخلاص.